سلام البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير بصحه وعافيه دائما مع الوصفات الرمضانيه. اليوم جبت لكم عصير الفواكه المشكل من الفراوله، البرتقال، علبه الياغورت، ذوق الموز، وجبت لكم كذلك التمر. قبل ان نبدا نصلي على النبي محمد عليه افضل الصلاه والسلام. بسم الله. نجيبو الطاشوار تاعنا، نقطعوا فيه الفراوله تاعنا، نقطعوها الى شرائح بعد ما تكونوا غسلتوها طبعا، ونقلعوا كذلك العظمه للتمر تاعنا. في رمضان لازمنا حاجه صحيه وتكون طبيعيه. تقلعوا العظمه هكا وديروا التمر تاعكم. نضيفوا البرتقال بعد ما كنت قلعت لها القشره تاعها. تبغوا تضيفوا الليمون ضيفوا الليمون. نقطعوا كذلك الى شرائح، عفوا، ونضيفوا كذلك علبه الياغورت تاعنا. نضيف علبه الياغورت، ويكون عندها زوج متوفره ندير زوج. انا كانت متوفره عندي غير وحده، درت وحده. نضيف كذلك ملعقتين كبيره من السكر. نضيف جوج ملاعق كبار. اللي تبغي الحلاوه تزيد البنات. انا درت غير زوج باسكو التمر حلو، الفراوله حلوه، وكذلك البرتقال حلو. دروك نميكسوهم مع بعض، وبعدها نضيف لهم نصف من الماء، نصف كاس من الماء، راح نديهم نميكسوهم نقلعو ونضيفو نصف كاس من الماء. نعاودو نرجعو ونميكسو. نعاودو كذلك نضيفوا الكميه الثانيه من الماء. يعني اش غادي نستعمل كاس ماء. انا غادي نضيف نصف الكميه الثانيه. نوجد العصير تاعي ونلتقي في طبق التقديم. شوفوا البنات الطريقه النهائيه للعصير تاعنا. شوفوا بلا كولور بلا والو، تجي لا كولور شابه. شوفوا القوام تاعه كيجي، شوفوا يجي ما شاء الله. شوفوا هادو العصائر فيهم لي فيتامين بزاف. نتمنى انكم تولدوا العصائر في الدار، ما تكلفناش بزاف. حبه موز، حبه برتقال، حبه تفاح، كذلك تشكيله من الفواكه، فاني تشكل لنا عصير شباب وقوي بالفيتامينات، خصوصا رانا في رمضان. يعني الصيام لازمنا حاجه اللي تنفعنا وتقوينا. نتمنى انكم تجربوا الوصفه تاع اليوم، نتمنى انكم تدعموا الاشتراك، ونلتقي في وصفه اخرى في اقرب وقت.